إسرائيل يعزز موقف المغرب. أكد النائب رئيس جمهورية سلفادور فيليكس أوريواوا أن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء يعزز شرعية الموقف المغربي ودعم جهود المملكة من أجل طي النهائي لهذا النزاع المفتعل. وأوضح المسؤول السلفادوري إن دولة إسرائيل تنضم من خلال هذا القرار إلى دينامية دعم الدول لمغربية الصحراء وحقوق المشروعة للمملكة في أقاليمها الجنوبية. واعتبر ويوا أن هذه الدينامية الداعمة لوحدة المغرب الترابية ولسيادته الوطنية تعكس واجهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها المملكة المغربية من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي وتفند ادعاءات المغرضة والمضللة للانفصاليين. كما أبرز نائب الرئيس السلفادور إن بلاده التي سحبت اعترافها بجمهورية الصحراوية المهمية في سنة 2019 ترحب بهذا القرار الهام الذي اتخذته إسرائيل، والذي سيساهم في توطيد العلاقات الإقليمية والنهوض بالسلام والتسامح عبر العالم. وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن يوم الاثنين إن الملك محمد السادس توصل برسالة من وزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو رفع من خلالها إلى العالم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد أكد وزير الأول الإسرائيلي إن موقف بلاده هذا سيجسد في كافة أعمال وثائق الحكومة الإسرائيلية ذات صلة، وشدد أيضا على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دولية ودبلوماسية بهذا القرار. وفي رسالته للملك أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.